جبال، بعد كده شافة، بعد كده شاف متقدم، بعد كده جوال. وعندنا كم مرحلة؟ نقولها مع بعض تاني. خلاص؟ دول كل واحد كده رجال هي دي حالة جوالة وصلت على كده، لأن في كمان بعد الجوال اللي هي هتطلع من الجامعة في كمان تاني. يعني مش معنى ان احنا اول ما نوصل للجوال ونطلع من السنة الرابعة وخلصنا وبعد كده نبدا نشوف السؤال اللي هو المتخصص. كده؟ لا، بنسميها جوالة عمالية. عمالية؟ عمالية. طبعا بعد الجوالة دي كل واحد يروح وظيفته بقى ويشتغل كده. فالطبيعي اول ما يروح مثلا شركة من الشركات فيها جوالة يعني لما نيجي نسجل في اتصالات الجمعيات هو في ايه؟ في ايقاظ الجوالة عمالية. الايقاظ ده حتى الشركة او فريق مهرجان لازم يجيب في الجوالة وبيعملوا برضه مهرجان اقوى من الجوالة. عشان الموضوع لسه طبعا مع الامكانيات اللي عندهم العاليه فبيوفر لهم كمان امكانيات ثاني فبيجيبوا ايه؟ بيجيبوا خدمات كتيره ولا كتيره ولا كتيره وبيعملوا واحد كمان ينزل الارض هم يدرسوها يعني شغل جامد جدا. اللي انا عايز اقوله ان الاول الولد ما يعرف الف ب لحد ما يموت هو ممكن يشتغل جوه. صح الكلام ده؟ مش كده برضه؟ على كلامي ممكن يعني من 4 ل 7 براعي ومن 8 ل 12 من 12 ل 15 من 15 ل 17 من 18 ل 25 من 25 وطالع بقى جوالة عمالية. خلاص؟ يبقى اتفقنا كده كل المراحل متقدمة. ماشي؟ نيجي بقى للجوالة بقى شغل احنا كده عشانه. خلاص؟ أول ما باجي أسأل كده بعمل إيه؟ أول ما باجي أعمل كده أنا عارف إن الوقت فيها كده كده؟ الوقت فيها كده ومشيت عاصم يرسل على التحية شوية كده شوية صح؟ وبياض لسه جديد فيعني كلنا وده لسه بديل في الآخر يعني خلاص؟ عشان أنا كنت عارف إن اللي بيعمل كده في الوقت على فكرة بياض بتشغل الجوال على طول بس هي مش مسجلة. والجوال برضه قليل يعني مثلا 8 يوم بس جواله فهي العيب الاكبر مع الاطفال ازاي يجمع اولاد مجولين نص الحياه اللي احنا عايشين فيها دي اللي كل واحد عايز يشتغل في مصر وعايش يجيب له ويعيش انا معاه بس الوقت اللي فاضي كده بتحصل بقى الناس اللي هم ايه المستوردين في البلد معايا اللي بيشتغلوا في البلد معايا اللي بيشتغل معايا سهل هو يجيب انا مش هجيب وانا مش هحكي وعيد وانا ومش مقابل مني ما تخش مقابل من صح المقابل بتاعي انا اعرف الناس دي اتعرف عليهم على فكره عم اطلع لما يعمل معسكر ولا حاجه ولا كنت هطلع في الصحيح ولا على اسكندريه انا في ناس لسه جايه من اسكندريه بس وفي ناس لسه جايه من هنا مش كل ما بتخش مهرجانات تاخد مراكز ودي الشغل اللي بتطلع ايه الافراج يعني خلاص هي ان انت بقى ان انت تاخد اول او مثلا الثاني لو كان اول وثاني مثلا وتنافس بره مع ايه؟ مع المحافظات الثانيه. طبعا بتلاقي مهرجانات اكتر من كده. الحاجات اللي احنا عاملينها دي عايز اقول لك عايز على الناس تنشر الخير وتعمل نادي فلوي وتعمل منشورين هو ده على الشارع. صح ولا لكن لما تطلع بره بقى تلاقي جراس لا بلاش تلاقي كمان زي بوابات بقى مش تليتين وخلاص على كده لا كمان بوابات ايه في بوابه كله بوابة عشان الأرض، بوابة طايرة، خيمة طايرة، طبعا أنا حاجات كده بس الجوال. أنت إزاي تعمل خيمة طايرة؟ طايرة يعني إيه؟ يعني مرفوعة على الأرض. ماشي؟ مش الخيمة العادية دي. فمرفوعة على الأرض محتاجة أواني، مش كده؟ ومحتاجة حصيرة فوق، محتاجة الخيمة فوقيها، ومحتاجة سيل اللي نطلع فيه. الكلام ده أنا بتكلم صح ولا ممكن ما تعملش؟ بتعمل؟ يقعدوا كام ده هو بيطلع السلالم خلاص انت بتطلبها فوق ايه؟ فوق الحقيره اللي انت عاملها دي الحقيره يعني ايه؟ يعني اواني في العرض خشب العرض كده خلاص وتيجي ثاني طبعا الموجود بتاعك او المراكز بتاعتك جوه خلاص فوق
طبعا الشده بتشد على ايه؟ انت بتشد على وسط الارض. هناك مفيش على الارض بقى، تشد على ايه؟ على وين النزول. طبعا كل ما درجه الصعوبه اعلى كل ما تاخد درجه ايه؟ اعلى. خلاص؟ دي بالنسبه للمشاريع والحاجات. نيجي بقى للضغط بتاعنا. لما نرجع اعلى لما اجي اعمل ايه عشان اول حاجه بعمل ايه؟ بعمل اعلان. لازم اعمل اعلان فين؟ اعمل اعلان في الجوامع، اعمل اعلان في المدارس، خلاص، او الجامعه مثلا كمان كشباب، ماشي؟ اعمل اعلان في الثانيه على باب المسجد كده، اعلان كبير اللي عايز يخش الجواله دي عشان جواله. انا افترض مثلا هيجي لي 20 25 واحد، يعني نفترض يعني مش هيجي. الضغطه في الرجاله دي كلها على كام؟ على 12. شوف الظروف والضغط معانا ونجمعهم ونحطهم على 12. نقول 12 دي عشان نعمل ايه؟ بنعمل رقيق. جبت ال 12 واحد. طبعا الاختيار منهم هم الاول عينوا لي رائد اكبر ايه؟ عشير. رائد اكبر عشير. يعني الراجل اللي هيمسك قائد بره ليه؟ اعتبروني انا مثلا القائد. خلاص؟ 12 واحد معانا اهو. 12 واحد معانا. طيب دول ياخد عليه قائد انا ولا انت تختار بالانتخاب؟ الانتخاب. عارفين هو اجباري بالتعيين، يعني انا عايز اقول لك انت ايه؟ انت العريس. خلاص هو العريس خلاص العريس. الاشبال لا، الاشبال تتطور. الاشبال تتطور. في الكشافه عليه. اقول له خليك انت العريس خلاص هو لا عريس. لكن لما انت عملت عشان متفق ده وضغطت بقى ما تقولش رايك عليا. ما يحصل مش مقصيه وحاجات زي ده. احنا متفقين مين؟ اصل هو ده اللي هو اللي عليه العريس. خلاص؟ الكشاف متفاصل وجواله مين اللي يختار؟ مين؟ لا مين؟ خلاص؟ انت اخترت مين الراجل العشيره مش الخليل. خلاص؟ يبقى الراجل ده مسؤول علينا العشيره كلها. هاجي اقسم ايه؟ العشيره بتاعتي لرهطين. ايه؟ لرهطين. لان اسميه باسماء نعمه، لان اسميه باسماء صحابه. ماشي؟ يعني مثلا عمر بن الخطاب او عمر بن اي خلاص. طب انا كده قسمنا رقمين. يبقى رقم 6 ورقم كام؟ 6. رقم 6 ورقم كام؟ 6. هل كل واحد من الراس دول ليه فايده؟ كل واحد في شغل. ايوه. طيب يقسموا بالتدريج. ولا حد جاب دبابيس ولا حد جاب تلوثين ولا اي حاجه. فين بتاع الوقت؟ مش هتنسى. هي دي ممكن تكتب عليها وتمسح يعني. ايه؟ اليوم نفس اليوم بيستخدم بالوقت. اخر الكلام هو البنين ما سمع الخير. طلعنا خلاص معايا طلعنا رقم 20 ولا ايه؟ ولا يسمع الفكر الموضوع اللي بس الرقم مين؟ راغب هذا لا الوظائف اللي انت بتشغلها للناس اللي معاك اللي في الراس هو اللي هيحققوا الهويه. لما انا اكون مسؤول واستجابات اما مسؤول عنها ولا لا؟ مسؤول واحاول انا ارجعها ولا لا؟ يعني مثلا هتعيني تيجي على مين؟ على الناس اللي هم حابين يشتغلوا وعايزين يشتغلوا. خلاص هتطلع بره عادي. خلاص الكلام؟ يبقى اول واحد مين؟ رائد اللي عارف اسمه هو خلي بالك هو بيتكلم. انا بختار بس رائد ومين تاني؟ المساعد والرائد والمساعد. صعبه دي؟ مين كمان تاني؟ لا نكتب عليك عشان
هذا الكلام. ما لما قلت اول واحد اسميه مين؟ طب اللي بعدين مساعد طالب. مين تاني؟ لا العقيدة بتاعتنا ايه؟ عشان نتكلم نفس معاك من الكلام لا يعني قلنا كل واحد ياخد راس. الراجل ده هجرب الراس هو ده الاثنين دول هجرب الراس خلاص. ايوه امين سر. ممكن اقول امين سر ولا استاذ؟ عارفين امين سر يعني امال ايه مؤسس في الدوله؟ المكتوبه جوه الايه؟ جوه الاجتماع. هو مش حاجه فنيه اصلا في الجوال. مش حاجه فنيه. يبقى امين سر او خليها امين سر. امين سر اقول لك عشان محدش يزعل بس. طيب الراس بتاعي ده مفيش عقده مفيش خشب وملايين الجوع المطلوب خيمه ومدوات وعرض وحلال. الله ينور عليك. وادي ايه؟ عقده امين عود ماشي. اللي بيلم الفلوس بقى اخر واحد بص بقى انا اقول لك معايا ولا لو معاك كده اسمع. بص يا رجاله انت الدكتور خلاص. لو عندي اثنين تاني ليهم وظايف ليهم. لو عندي واحد تاني بس طبعا الفكر بتاع جوالنا والفكر بتاع الشباب بتاع ايه؟ بتاع الشغل يعني فكري اعلى من كده. واحد بقى بيسمع عن الابحاث، بيسمع عن الكتب، بيسمع عن ايه تاني؟ عن المجلات. مين ده بقى؟ امين برضه بس امين ايه؟ لا ايوه مكتبه. احنا خلاص اتوقفنا عند هنا صح؟ لو جاي 7 أو 8 اجيب له حاجه ولا نص؟ بتقول مين مثلا؟ بتقول رياضي بقى. بتقول رياض. طب لو كملنا 8 من 6 ل 8 فني وفني ممكن فني. شوف كل ما توسع بس لا لو كملوا معايا 6 زياده طب الاحسن احنا فيهم راحه صح؟ لكن لو هم ممكن يكون رياض ممكن واحد مثال ممكن مكمل لو مثلا حضرتك تصور مثلا مش هتجاوب تاني بقى. انت بقى تجاوب عايز تعمل مسؤول ثاني مال، عايز تعمل مسؤول ثقافي مال، عايز تعمل مكاتب خلاص رياضه هذا الكلام. والرأس بتاعنا كده كله شغال ولا في حد نايم في الخط؟ كله شغال ولا تكلم ولا أول ما بيتم رأس وممكن بتاع الساعة وممكن الشيء بتاعه. ده رأس الأصل هو بس الساعة وكذا هو تاني دول رأس ده رأس لنا مصمام ده رأس عمر هذه واقعين مترجلات طيب ممكن هنا ما ايه ما تنطال بقى تقدر كده ممكن رأس أكبر 20 ورأس هو لا بس لو ممكن ياخد واحد بس هو يعني بقى أكبر 20 خلاص وعرفنا خلاص. فايدة الاثنين دول ايه؟ الاثنين دول فايدتهم ايه؟ عندي حاجة اسمها مثل ايه؟ مثل الإدارة ده مين اللي بيحضروه؟ الراس والكلاء صحيح؟
يبقى هم اللي مسؤولين عن ايه؟ الاجتماعات والاستدراك. عشان انا اللي باخد مدرسه ده بقى بيروحوا يدربوا لي ايه؟ لا للراس. طيب يبقى مين مدرسه الاستدراك شغل مين؟ يعني لو عندي راوتين كم واحد في المدرسه؟ واحد ثلاثة اثنين والوالد هو موجود معاهم. يبقى الاثنين دول الراس ده والاثنين دول والاثنين اللي بالراس الثاني هذا أربعة والقائد خلاص تمام ثلاثة أشياء هذا الكلام لحد هنا في حاجة ثانية حد يشتغل حاجة رجال حد يشتغل حاجة طيب خلاص يبقى إدارة الإدارة ده مسؤول عن تدريب رواد الرموز والمساعدين عشان يبقى مين الراس بتاعه فلسه من ده خلاص وده اجتماع عادي واحد اجتماع وده اجتماع في اجتماع ثاني اجتماع إلى مش احنا قلنا ده يدرب مين؟ يدرب مين؟ الراس بتاعه في اجتماع راس هنا بيعمل اجتماع راس كل ما هو ده عامل اجتماع للراس الراس كله صح اما الناس دي هتدرب مين؟ معايا الناس دي هتدرب مين؟ هتدرب الراس كله صح؟ طيب في اجتماع ثالث تعميم تعميم لا يقول له لا يقول اجتماع ثالث الرائد والمساعد والملاميس. كل ده ايه؟ قالوا لي اسم ربي. ايه؟ يا ولد. الرموز. عشان مين اللي بيدربهم؟ العشيرة هو انا مش دربت الراس دربوه؟ طيب راحوا فين؟ دربوا الراس بتاعه ايه اللي يعرفهم ان الراس ده اتدرب؟ ايه اللي يعرفهم؟ يجيب عشيرة ودربهم والعشيرة دي عبارة عن ايه؟ منافسات ودي كمان تانيين طبقات. انا بعمل مسابقه كل الراس ده انا مثلا عملت ايه مربع معايا فوق عملت مربع ده مربع خلاص انا علمت مين علمت مين الراس المساعد علموها مين الراس خلاص كده الراس ده اتعلمها والراس اتعلمها هاجي اعمل مسابقه فين بقى العشيرة بقى خلاص أشوف بقى شوف المعلومة
الاثنين بتاع الرأس ده والاثنين بتاع الرأس ده الأرض هيبان فين؟ في التدريب صح؟ معايا؟ بس اشرب لك انا جاي اعرف مثلا في الغرب ممكن يكون الاجتماع بتاعه ايه؟ الوقت بتاعه ايه؟ ما يزيدش عن كام؟ ما يزيدش عن كام؟ نص ساعة طيب بتاع الرمز ده ما يزيدش عن كام؟ ساعة وتلت. نص ساعة ما يزيدش عن 45 خلاص؟ هاي بقى شو؟ هل بالك عشان اللبن يعني انت لو قعدت معايا ساعه تلاقي الدنيا دلوقتي يعني مثلا 5 دقايق بالظبط هو لك واحد مش عارف يمشي صح؟ طب ما تنساش نفسك هتبقى دماغك بره في الارض هتبدا مني خلاص؟ طيب اجتماع العشريات اعمل مسابقات ونضرب على حاجه جديده ونعمل مسابقات شغال ايه؟ عندي ممكن تعود طول ما في تصوير ومسابقات ونباتات وكده الجوال معاك في هذا الوقت خلاص كده احنا عرفنا نعمل فرقه ممكن نعمل فرقه نرجع مثلا ممكن نعمل فرقه صعب الكلام ده صعب اهم حاجه الناس كده موضوع هل انت تقدر تجيب ناس جوه العشيه ولا لا؟ هي دي المشكله عندنا خلاص لما تجيب واحد العشيره بتاعتك احنا بنتحرك فين في الجوال مفيش واحد يقول عليه راجل لو يحس ان هو مهندس جوه العشيره لكن هو مش هيجيبها هيجيبها تاني خلاص مفيش مانع ان تاخد المسدس انا ممكن حد وقت العشيره على رجليها وبعد كده ايه يتبدل خلاص حتى عندنا سؤال ولا وفي عقبة لو سمحت ان انت عشان تحصل عليهم انا مثلا في الغيار انا عرفت احصل منهم في الجامعه طيب كله 9 9 مفيش منهم الا 2 بس كلهم كذا لا مش الجامعه بقى واحد يكون الدكتور دي بتاع الجامعه معايا لا بص يا يعني انا مش بتاع الجامعه بس انا بتاع الجامعه بس ولا حضرت الدوره بتاعتك حساب معين خلاص لكن الناس اللي خلصت الدبلومات معايا خلاص الدبلومات قالوا سنتين معايا برضه اهم حاجه في الطلبه انت ما تفكرش في الاجتماعات عشان ما ينساش منك لو عملت اجتماع واحد في الاسبوع يا عم تعملوا مره جمعهم كده خلاص واحنا ممكن منا وبعضين يا رجاله دول يطلع جنيه ده مش صعبه يعني صعبه مش صعبه دلوقتي هنقعد قاعده كده المسجد مع بعض مع بعضين خلاص القعده دي لو انت شاطر تجيب واحد من الجمعيات يعني عاملين قاعد شاي بس قاعد شاي ده جاهز وباقي الشاي يخرج يجيب الناس اللي بعده اللي انت بعده جبت بيه حاجه ساعه ولا شاي ولا صح كده ونقعد مع بعض ندرس مع بعض ساعه مع بعض والمركز واجيب واحد بقى في الارض كده يحملني اكتر شويه في الحركه او يعلمني مهارات تتاكد ان المره الجايه هيزيد خلاص هيزيد اهو تيجي نطلع انت بقى كل مره هيدفع الناس ده طلع يا عم ايه نعمل ايه المركز طلع 20 جنيه ولا حاجه وطلعت المركز ومذكره واسويها وحطها دي كبدايه خلاص لو انت حسبت الناس دي ان هم يقول كل اسبوع مره واحده خلاص تاكد ان الناس تبقى مرتبطه بيه وبالمسلك اكتر من كده يبقى كل واحد عايز يعمل حاجه بس وممكن واحد يقول لي بس كده عمل ايه الكلام ده واحد عمل حاجه يبقى القريه بتاعته دي احنا كده قول على كده ايه ضربوا كوره مثلا طبعا فلوس لا ماشي عايز حاجه ثانيه عايز حاجه بص يا رجاله في فرق بالخدمه عامه وتنميه مستقبل معايا الخدمه عامه مناطق وتنميه المدرسه بتاعك كده قصدي خدمه عامه لما اطلع شجره وتنميه مستقبل لما اطلع شجره دي هتقعد معايا ايه
فتره طويله صح؟ انا عايز حاجه بقى تقعد مع نفسك فتره طويله. يعني انا بجمع شويه اولاد هو شويه البلد واديهم دروس في الجامعه وبعد كده باخدهم في النادي اديهم العاب نفسيه او العاب كوره ما شاء الله. العيال عندك قد ايه؟ وكمان الدغل ربنا اعمال الدغل في البلد ما شاء الله. كم عندك كم واحد؟ الاسباب يعني مش عارف التمرين او اصلا نسمع الكلام فين؟ رقم واحد؟ بعد الظهر والظهر ساعات يعني ممكن ما فيش عارف 25 طب لو انت جمعت 25 واحد في البلد خلاص وانتوا غريب وعطوا اي حاجه بحيث ان هم يطلعوا يقولوا حاجه ويطبقها فيه لو صحي من النوم يطبق السرير بتاعه وينظف الصوره بتاعته لو عملت ندوه لو عملت مصطلحات او عملت حاجه توعيه صعبه التوعيه دي كل واحد كلنا نقعد على النت وكلنا نقعد على الشات كلنا نقعد لو كنت توعيه من اي حته كده مش على النت مثلا وانت ليه على البلد وانت ليه على الولاد البلد خلوا انتوا غنيين وانتوا على الولد كده هتحس ان دي حاجه عملتها لكن طول ما انت عايش كده لوحدك بس وبتعمل حاجه معلش محمود ليه كويس كده لكن لما تجيب بقى القريه بتاعتك الاول يبقى انت كده عملت حاجه خلاص يعني انت نحاول ده نخلي بعض ونطلع من كل واحد يفكر يعني كل مجموعه مع بعض ايه ممكن نعمل ايه البلد يعني القريه بتاعتك انت كده بلاش البلد ده بدل الكلام عبر من الصوت ايوه يا